ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اوعى بقى ترمي قشر البرتقال، هنعمل منه حاجه عسل كده، حاجه كده جميله جدا. بودره القشر دي تبقى جميله. هنبدا بسم الله الرحمن الرحيم. صلوا على الحبيب كده في بدايه الفيديو، ولو عجبكم الفيديو اوعوا تنسوني في اللايك يا حبايب قلبي. اعملوا اشتراك بالقناه، فعلوا جرس الاشعارات علشان اي وصفه جديده من وصفاتي توصل لكم ان شاء الله. صلى على النبي عسل كده واذكروا الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الصلاة على الحبيب مسك وطيب. هنا معايا بقى، أنا معايا البرتقال غسلته تمام، وهنشفه كده بمنديل عشان إيه؟ يبقى ناشف ما فيهوش مية خالص. أهم حاجة البرتقال يتغسل حلو عشان الشجر بتاع البرتقال بيبقى فيه تراب وفيه يعني لازم البرتقال يتغسل عشان إحنا هناخد الإيه؟ القشرة الخفيفة اللي بره. تمام، أنا هنا غسلاه وبنشفه بمنديل زي ما أنتم شايفين كده يا حبيب قلبي. صلوا على النبي كده واذكروا الله. صباحكم معطر، معطر بذكر الله، او مساءكم معطر بذكر الله. حين ما بتفتحوا، في اي وقت تفتحوا في الفيديو، حين ما بتفتحوه وحين ما بتفتحوه. صلوا على النبي كده وصلوا على النبي كده، صلوا على النبي كتير. بصوا بقى، انا هنا بنشف البرتقال تمام. هنشف الكميه كلها يا حباب قلبي، وبعد ما ننشفها هناخد القشره الخفيفه اللي هي فوق الوش، اللي هي الصفرة. بس هنشف الصينية كمان عشان لو فيها مية. هوريكم بس كده، بصوا ده ينفع يا حباب قلبي كيكات، اي كيكة تعملوها تحطوا عليها، اي بسكويت تعملوه تحطوا على البسكويت حاجة بسيطة كده منه تدي نكهة يا حباب قلبي. نكهة البرتقال تبقى جميلة. وكمان وانتوا بتنضفوا فراخ ممكن حبة على طرطوفة يعني حبة ربع معلقة صغيرة كده على الغسيل الفراخ. بصوا يا جماعة، بسم الله ما شاء الله، حاجة جميلة جدا. بس أهم حاجة وانتوا بتاخدوا القشر ما تاخدوش القشرة اللي هي البيضة. علشان ليه بقى؟ قولوا لي ليه، اقول لكم ليه. عشان ما تبقاش مرة معانا. احنا بناخد القشرة اللي هي الصفرة خالص اللي فوق البرتقانة من فوق. حتى لاحظوا في الفيديو انا بسيب القشرة البيضة. صلوا على النبي كده واذكروا الله. صلاة على الحبيب مكسب وطيب. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيع يا رسول الله. بس اهم حاجة يا حبايبي ان احنا نعمل البرتقال ننشفه، نغسله وننشفه تمام. هنعمل الكمية كلها وهناخد القشرة الخفيفة اللي هي على البرتقال. اهم حاجة ما نجيش في القشرة اللي هي البيضة. ليه بقى البيضة؟ زي ما قلت لكم هتمرر معانا تمام. انتوا لما بتيجوا تعملوا كيكة مش ساعات بتاخدوا قشرة الطبقة البيضة اللي هي الصفرة اللي على البرتقال دي، بتبقى فريش وطازة كده وحلوة. احنا هكذا برضك، بس احنا هنجففه تمام، هننشفه زي ما انتوا شايفين. تابعوا الفيديو معايا للاخر كده وانا هقول لكم ايه. هتتابعوا الفيديو، حاجة جميلة هتعجبكم والله العظيم، جميلة ومش هتخسروا ولا اي حاجة. بس اهم حاجة حطوا لايك بقى لو عجبكم الفيديو. هنا يا حبايبي زي ما انتوا شايفين اهوت، انا باخد القشره الخفيفه اللي هي الصفرة. اهم حاجه لو انتوا غلطتوا كده وخدتوا حته من الابيض الشيء ما تحطوهاش. انا بقول لكم بصوا اه، حاجه جميله جدا وهتنفعنا والله. جميله الكيكه زي ما قلت لكم، تنظيف فراخ، اي بسكوت تحطوا عليه بتدي نكهه البرتقال جميله وقويه، وكمان مركزه. يعني مركزه جميله جدا يا جماعه، والله العظيم جميله جدا هتعجبكم عن تجربه يعني. انا بقول لكم بصوا، يعني القشره اللي هي الخفيفه خالص في البرتقال اللي هي الصفرة. خلي بالكم لو خدتوا حته السكينه خدت منكم كده من غير ما تاخدوا بالكم حته من البيضه، ما تاخدوهاش. ليه؟ هتمرر. حبايبي واخواتي في الله، حط لايك كده يا عسل وقولوا لنا رايكم في الوصفه العسل دي. وكل سنه وانتم طيبين. الوصفات جايه كتير بقى، رمضان بقى، وانتم كل سنه وانتم بخير وصحه وسعاده. كل سنه وانتم من ربنا اقرب. كل سنة كده وانتوا في عمرة واحنا معاكم، او حجة كده من عند ربنا كده، اي حاجة من عند ربنا حلوة ربنا يكتبها لكم يا رب، يكتبها لأمة محمد.
يا رب العالمين امين. وترحموا كده على موتانا يا رب، يرحم ابويا ويرحم موتى المسلمين يا رب. اللهم اسكن ابويا واموات المسلمين كلها يا رب الجنه والفردوس الاعلى من الجنه يا رب. اللهم اكرم نزلهم ووسع مدخلهم يا رب العالمين. ترحموا على ابويا كده وموتى المسلمين كلهم. اللهم ارحمنا وارحم موتى المسلمين يا رب العالمين. واللهم يا رب يا رب العالمين اشفينا واشفي مرضى المسلمين يا رب العالمين. يا رب العالمين اشفي كل مريض، وادعوا بالشفاء لكل مريض يا رب. ادعوا بالشفاء لكل مريض يا رب. اشفينا وعافينا واشفي كل مريض يا رب العالمين يا رب. ما نخرج من رمضان الا واحنا مغفور لينا كل ذنوبنا يا رب العالمين وسامحنا. صلوا على النبي كده يا عسل، وقولوا لنا رايكم في وصفه العسل ديت، حاجه كده جميله جدا. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. صلاة على الحبيب مسك وطيب. اللهم صل على الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني زي ما انتم شايفين كده يا حباب قلبي، انا باخد الطبقه الخفيفه، وبعد كده ايه هنخش بقى نحطه هتشوفوا معايا تابعوا الفيديو الاخر كده يا حبايبي، وحاجه هتعجبكم جدا. ويا ريت بقى لو عجبتكم وصلتوا لحد هنا في الفيديو حطوا لايك واشتراك بالقناه. حبايبي واخواتي في الله، انا بحبكم في الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيع يا رسول الله. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا شفيعي يا رسول الله. صلوا على النبي كده واذكروا الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. صلوا على الحبيب. الصلاة على الحبيب مسك وطيب. هنا بقى احنا تقريبا خلصنا الكمية كلها، هي مش بقى الا واحدة. هي بتاخد وقت شوية بس صراحة ربنا حاجة جميلة جدا. هي بتاخد معانا وقت شوية في التقشير، لأننا احنا بنقشر عايزين حاجة معينة في البرتقانة. مش هناخد يعني القشرة، لو القشرة كلها كان زماننا قشرنا 10 كيلو برتقان. إنما احنا بناخد حاجة معينة في البرتقان. خد الطبقة اللي هي الصفرة خالص بس، عشان كده خدنا وقت في التقشير. يا حبيب قلبي زي ما انتم شايفين اهو، خلصنا الكميه كلها. بسم الله ما شاء الله الله اكبر، حاجه كده جميله. هندخله في الرف، هنسيبه 3 ايام بره التلاجة، وهندخله في الرف الوسطاني من الفرن على اهدى نار في الفرن. هنشغل الفرن من تحت بس، وهيتحمص معانا، وهنطحنه في المطحنه، وهتشوفوه معايا دلوقتي. انا كنت عاملاها قبل كده، هتشوفوا معايا كده. بسم الله ما شاء الله، حاجه جميله جدا. بس اهم حاجه يدنوا 3 ايام بره التلاجة، يعني بره المطبخ، على الركنة، على الرخامة مثلا. وبعد كده هنطحنه كده زي ما انتم شايفين، بعد ما يتحمص في الفرن على ايه، على اهدى نار هادية، نار هادية جدا. بصوا عامل ازاي. اللهم صل على النبي. دي البودرة دي يا جماعة نعمل منها كل